اهلا اهلا في السكشن بتاع linear algebra. طيب ليه linear algebra مهمة؟ يعني نقول ان يعني كل الاوبريشنز اللي انتوا هتعملوها في عالم ال AI عامة هي مبنية على حاجة اسمها التنسور. التنسور ده هو عبارة عن like a special case من الماتريكس، والماتريكس طبعا هي مبنية على concept الفيكتور. ف linear algebra هي basically بتديفاين المين يونتس او المين كومبوننتس والاوبريشنز اللي اكشلي انتوا هتتعاملوا معاها طول الوقت في الاي اي والماشين ليرنينج عامه يعني. عشان يوجولي على طول احنا بنعمل تريننج او نعمل انفرنس او نعمل اي حاجه، اي اوبريشن عامه يوجولي ما بنعملهاش على one element at a time، عشان طبعا بتاخد وقت كتير جدا. فيوجولي احنا بنختصر الموضوع ده بان احنا بنعمل يعني ماتريكس اوبريشنز. بندخل حاجه اسمها باتشز، بندخل يعني بالظبط دخل باتشز. فالباتشز يوجولي هي عبارة عن ماتريكس. في حالة الاكس اللي هو الانبوت بتاعك هي عبارة عن ماتريكس. الان هو النمبر اوف روز، النمبر اوف سامبلز اللي معاك، والعدد الكولومز هو الفيتشرز، والتارجت هو برضو يعتبر عبارة عن فيكتور، يعتبر هو just number of rows و one column عشان هو just one target variable. الا لو انت عندك multiple target variables فكده عندك برضو ماتريكس. ف يعني من الاخر يعني دي كلها بس examples عشان تفهموا قد ايه ان اللينير الجبرا والماتريسيز والفيكتورز والاوبريشنز بتاعتهم والدوت برودكت والكروس برودكت والحاجات دي كلها هي essential عشان تعرف تتعامل في عالم الاي اي عامة. عشان لو انت مش فاهم الحاجات بتشتغل ازاي، ومش فاهم المالتيبليكيشن ازاي، ومش فاهم يعني ايه singular matrix ويعني ايه determinant والحاجات دي كلها، طبعا في حاجات اقل اهمية شوية في اطار ال AI عن الباقي. يعني مثلا determinant مثلا usually مش هتتعامل معاه بشكل direct. ولكن يعني بما انك اوريدي هنا، وبما انك اوريدي هتتعلم يعني ايه ماتريكس وفيكتور والحاجات دي كلها، يو مايت از ويل. يعني انا شايف ان هو مش خساره. وبرضه ككورس لينا الجبر ده عامه مش هيبقى طويل، هو جاست زي ما قلنا هيبقى نفس كونسيبت برضه اللي هو انسبايرد من ثي بلو وان براون. وهيبقى برضه بيجو ثرو الجرافيكال انتويشنز والفاونديشنز والحاجات دي اللي تقدر تخليك ان انت لما تروح تتعلم لينا الجبرا، او لما تيجي بقى تطبق الحاجه اللي انت اتعلمتها دي تعرف تطبقها بالشكل الصحيح وبالمايند سيت الصحيحه. عشان كده كده يعني الرولز، يعني انت مش هتطبق ماتريكس ملتبليكيشن بايدك. انت يعني احنا خلاص في 2024 يعني او 23 لحد كمان 6 ايام بالنسبه لي انا على الاقل. ف يعني انت عمرك ما هتعمل ماتريكس ملتبليكيشن بايدك، عمرك ما هتحسب انفرس بايدك. الحاجات دي يعني جاست نعملها في الجامعه عشان بس نعرف الطريقه. ولكن ان رياليتي يعني هو في الاخر اي مالتيبليكيشن اي وات ايفر هيحصل في الاي اي الكمبيوتر هو اللي هيعمله. ف دي حاجة هو برضه تري بي برون قالها. هو قال في أحد الفيديوز إن هو بيركز على الانتويشنز والفاونديشنز والحاجات دي عشان الكمبيوتيشن في الآخر يوجولي الكمبيوتر هو اللي بيعمله. وأنا أتفق معاه في دي، بس ستيل برضه هيبقى فيه شوية اكسرسايز على الحاجات دي. عشان على قد ما أنا ضد كونسبت الجامعة بتاع اللي هو جاست ادي اكسرسايز وخلاص وحلها بإيدك ومش عارف ايه، عشان بحسها انها sort of irrelevant شوية. بس لازم يكون برضو عندك قدرة انت تعرف تحل على الأقل البيسك examples، وتعرف extrapolate الحاجات اللي هنقولها في الفيديوز لإكزامبلز تانية. عشان لو ما عملتش كده انت يمكن كنت تفهم كل حاجة في الفيديو، بس أول لما تقفل الفيديو هتنسى عادي جدا عشان كلنا بننسى. بس يعني هو ده بس quick introduction لجزء اللي هي الجبرا.